ما فيش اتنين حراس بيحبوا بعض. يعني اكبر دقيقه اراهنك جون قاعد مع جون تاني في اوضه، ما بتحصلش. انا مش واخد حقي في الاعلام العربي. انا جت فتره مصنف من اجمد اتنين او تلاته في الاجوان في العرب. مش واخد حقي لسبب ان انا فلسطيني للاسف. صعب ان انت تكون جون النادي الاهلي ومش مصري، مش هو اللي الاسماعيلي. مشاك من الاهلي كابتن حسام بدري. من المريخ، من الاهلي ومن المريخ. وانا قلت له الكلام ده، قلت له انت قطعت، شو انا جبت لك رزق وانت قطعت رزق. كابتن ناجي عارف الكلام ده. الاهلي اعترف بالخطأ بطريقة غير مباشرة، انه السنة دي عمل سقف. مستر مانويل جوزيه عرف يدور النجوم، ما كانش عنده حتة في نجم الفرقة، كان الفرقة هي النجم. كلنا كنا بنخاف من مانويل جوزيه. يمكن اكبر مكاسب كاس العالم انه المنتخب المصري قدر يستعيد ثقة الشارع الرياضي المصري. أنا متأكد كان 100 مليون مصري، وطبعا ضيف ليهم جماهير الزمالك، مستنيين يتشمتوا في كابتن أحمد شوبير عن طريق مصطفى. كورة للأسف الجماهير أحيانا ما بتقدرش. كان مظبوط. أي جون يدخل مش منه بتاعه يقول لك منه. منه. لكن دلوقتي مصطفى شوبير جت فترة بعدها مصطفى شوبير يمسك كرة عرضية عادية، يا ولد بص عملها ازاي. أنا اكتشفت إنه في لعيبة بتدي فلوس للجماهير، لعيبة كتيرة بتدي ناس عشان تكتب عنها وصفحات وما صفحات. الكلام ده يعني ما عداش كان على زمان كان دماغك. لسه جديد. دلوقتي خلاص بقت المواقع ما شاء الله. يعني مرة رحت قلت له يا كابتن حسام هيجرى لك حاجة. هو بيحبش الخسارة، بيبقى عنده ثقة ان شاء الله بيلعب بمين انه هيكسب. هو ده كله بياخده على اعصابه وبياخده على ده. محتاج قلبين مش قلب. اخواتي حبايبي في كل مكان، النهارده بالنسبه لي حلقه مش عاديه، حلقه استثنائيه. معايا حارس الصمود التاريخي، 107 مباراه دوليه، غير بطولات كتير حققها مع النادي الاهلي. منورني ومشرفني كابتن رمزي صالح، منور الدنيا كابتن. حبيبي ربنا يخليك يا احمد. انا مبسوط ان انا معاك وما اقدرش اتاخر عنك. يعني انت صديق عزيز وزميل ملعب، واتشرفت ان انا لعبت معاك بصراحه. حبيبي يا كابتن رمزي، انا اللي اتشرفت ان انا لعبت مع حضرتك، يعني انا اللي اقول كده. لا يا حبيبي ربنا ربنا يخليك. يخليك يا كابتن. اخبار حضرتك الاول؟ وحشنا جدا والله. والله كله تمام، وانبسطت بشوفتك النهارده. ربنا يخليك يا كابتن، وانت اللي بنتشرف بيك على بين سبورتس، وبنتشرف بيك في كل مكان والله. حبيبي ربنا يخليك. كمصري، لان انت برضو الوالده مصريه، وكفلسطيني طبعا يعني. طبعا يعني اولا انا بفتخر كوني فلسطيني، وثانيا بعتز بالجنسيه المصريه طبعا. لانه مصر دايما بتحتضن الناس في كل المجالات، ومش بس بتحتضن الفلسطينيين، كل الجنسيات بصراحه. يعني اللي سماهم الدنيا يعني ما غلطش. حبيبي يا كابتن رمزي، هبدا بقى معاك من الاخر. ايه رايك في موقف الكابتن حسام لما رفع علم فلسطين في كاس العالم؟ انا قلت الكلام ده في احد القنوات، انه التاريخ هيذكر حسام حسن انه مدرب في عز نجاحاته قدر يذكر الناس بالقضية الفلسطينية، وكان كلامه طالع من القلب. وهو دايما يعني عفويته كانت يعني اللي ادت الموضوع. عارف لما الواحد بيتكلم من قلبه، هو فعلا حتى الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي تحسه خارج من القلب. ان انت في امريكا اللي هي الداعم الاساسي للكيان، ان انت تطلع وتتكلم الكلام ده. اكيد الكلام ده ما عجبش ناس كتير، بس هو كان ادى شعور طيب اتجاه الناس في قطاع غزة وفي فلسطين عامة. وبالتحديد الناس في غزة بيعانوا بقى لهم 1000 يوم، وبيعيشوا ظروف صعبة جدا. فطبعا ان انت تسلط الضوء عليهم وعلى قضيتهم، حتى من ناحية معنوية أكيد رفعت معنويات الناس. والناس يعني ردوا بعفويتهم الشكر، عبروا عن الشكر دي برسموا له لوحة كبيرة على أحد البنيان المدمرة في غزة، وبرضو كتبوا له اسمه على شط البحر. كانت يعني تعبيرا عن شكرهم ليه. فشكرا كابتن حسام حسن بجد. كابتن، ايه رايك في اداء مصر في كاس العالم؟ لا بص هقول لك على حاجة، هو ما كانش حد متوقع الأداء ده بصراحة. يعني حتى يمكن في حاجة عيب في مصر كان موجود بعيدا عن الشارع. أنا بتكلم في من الناحية الإعلامية. ناس كتير مستنية كانت إنه المنتخب هيظهر بشكل مش كويس،
وما كانش حد باني امال على منتخب مصر انه يظهر بالشكل الكويس. لكن فاجئ الجميع اداؤه بصراحة. كان يعني على المعطيات الاخيرة، تعرف انت لو نتكلم بوضوح، منتخب مصر يعني 80% او 70% من قوامه كان مبني من النادي الاهلي، من لعيبه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي في الفتره الاخيره مر بمرحله وحشه وتراجع مستوى الموسم الاخير، فالناس اكيد رهنت انه اللعيبه مش هيظهروا مع منتخب مصر بالشكل المطلوب. بس اللعيبه فاجئت الجميع. كان في حته يمكن اكبر مكاسب كاس العالم، انه المنتخب المصري قدر يستعيد ثقه الشارع الرياضي المصري. كان ناس كتير فاقدة الثقة في المنتخب، قدر يجمع الجماهير مرة تانية حوالين المنتخب المصري. يعني زمان بقاله كام سنة منتخب مصر مر بمرحلة فراغ، وقعدوا بقى يتكلموا الجيل السابق والجيل الحالي. أكيد كل جيل، يعني مثلا الجيل السابق حقق بطولة أفريقيا بس ما وصلش كاس عالم. مظبوط. الجيل ده ما حققش بطولة افريقيا لكن وصل كاس عالم. فهي اجيال مكملة لبعض، ما ينفعش تقول الجيل السابق والجيل الحالي. هي كل حاجة بتتغير مع الزمن. دلوقتي في حاجات كتيرة اتطورت، فاكيد طبيعة وعقلية اللاعيبة بتتغير. يعني الناس يقول لك العقليات اللاعيبة زمان مختلفة، لكن لا، عقلية اللاعيبة زمان مختلفة لكن ما واكبوش اللي اللعيبه دلوقتي بيواكبوه. ما واكبوش التطور الاعلامي والسوشيال ميديا، ما كانش في حياه الناس زي ما هو موجود، ما كانش في تسليط ضوء على حياه اللعيبه زي دلوقتي. فانت الناس الجيل السابق ما تحطش في نفس الظروف دي. الظروف اللي موجوده حاليا. فلكن لا، الناس قدموا ماتشات كبيرة، حققوا حاجات كتيرة، حققوا إنجازات كبيرة، ووصولهم لدور 16 كان أعتقد بالظروف الحالية اللي تمر فيها الكرة في مصر في السنوات الأخيرة، لا طبعا إنجاز يحسب. وكان في حتة استعادها كابتن حسام حسن في المنتخب المصري، إنه أعاد الروح للمنتخب المصري. أعتقد أكتر حاجتين، استعادة الروح في المنتخب المصري. أول مرة تحس إنه لعيبة المنتخب المصري بتلعب بروح وقتالية عالية، وثانيا إنه قدر يستعيد ثقة الشارع الرياضي المصري. كابتن، تقول ايه للناس اللي بتقول الكابتن حسام حسن ما قابلش فريق قوي في كاس العالم؟ يعني تيجي تقول لك بلجيكا، يقول لك ده بلجيكا مبطلين. يقول لك نيوزيلندا، يا عم ده فرقه مش على الخريطه، ده نيوزيلندا اصلا مش معروفه في كره القدم. يجي يقول لك ايران، يا عم ايران ده منتخب. صعدنا نلعب استراليا، قال لك يا عم استراليا ايه ده اصلا ما فيش دوري استرالي. اول فرقه، قال لك اول فرقه قويه لعبتوها الارجنتين خرجتوا منها. تقول ايه للناس دي؟ لا، لو تيجي تحسبها على حسابات الورق، كان كل الفرق اللي لعبت معاها منتخب مصر كلها عندها خبرة في التواجد في كأس العالم. ما فيش حتى نيوزيلندا وصلت قبل كده كأس العالم. مظبوط. يعني عندهم خبرة. يمكن المنتخب المصري هو اللي ما عندوش خبرة التواجد في كأس العالم زي الفرق. إيران دايما التواجد في كأس العالم. إيران من الفرق التقيلة مظبوط. في آسيا. بلجيكا دايما موجودة برضه. طبعا، وبلجيكا انت بتتكلم لا فرق كبيرة. وحتى استراليا دايما التواجد في كأس العالم. مظبوط. فأصبح انه اللي بيتكلم بالطريقة دي هو اللي ما كانش مراهن اصلا على المنتخب المصري. عارف، بص، انا طول عمري اقولها، الترند ده هبل الناس بصراحة. انت دلوقتي لازم تطلع حتى لو انت مش مقتنع. لو كل الناس بتتفق على رأي، انت هتخالف عشان تطلع ترند. وده اللي بيحصل للأسف يعني. بس يا كابتن، يعني شايف اللي بيكمل في السكة ديت بيوصل لنقطة كويسة ولا ما بيوصلش؟ هو بيوصل لنقطة كويسة في فترة معينة، لكن بس بعدها بعد خلاص كده لا طبعا. بيفقد المصداقية. بيفقد المصداقية لأنه الناس عارف اللي هو بيسموها بيتحرق خلاص. لما تقول كلام يعني اوكي انت خلاص وصلت لمرحلة معينة، لازم برضو الناس عندها وعي. الناس برضو سيبك، اوكي في ناس كتير بتمشي مع التيار، لكن الناس برضو الناس الفاهمة وعندها وعي اوكي هم، لكن مش هيصدقوك، هيطلعوا عشان يضحكوا عليك بس. ففي ناس مكاسبها كده للأسف. لكن في ناس لا بتتكلم. انت لما تيجي قدام مثلا، قاعد قدام قناة في واحد بيتكلم، في ناس ليها جماهيرية ان هو عايز تسمع هو بيقول ايه. لكن في واحد بيطلع اللي هو بقى اللي هو عكس الرأي ده، انت عايز تضحك عليه بس فور فن، بس انت بتفقد مصداقيتك قدام نفسك، قدام
شكلك قدام جمهورك. ولادك قدام جمهورك، لكن لما تتكلم كلام مقنع لا انت بتسمع له. كابتن، ايه رأي حضرتك في اداء النادي الاهلي السنة اللي فاتت في الدوري بعد الميركاتو بقى الناري اللي اتعمل، تريزيجيه وزيزو وبن شرقي وحصيلة الموسم ما كانتش افضل حاجة لجماهير الاهلي؟ شايف الموسم يعني ليه راح بالشكل ده؟ عشان اوضه اللبس مالها اوضه اللبس؟ حصل مشاكل. اعتقد انه النادي الاهلي بالغ في الارقام اللي اتدفعت، ودي حقيقه. انه وبدايه مثلا مع مشان وسام ابو علي، ما احد اسباب مشان وسام ابو علي المبالغ اللي اتدفعت. عشان يسدوا بيها مثلا؟ مش عشان يسدوا فيها، اللي هو يعني مثلا مين كان نجم الفرقه؟ وسام. وسام. لما تجيب حد تديله اعلى من وسام، ما هو طبيعي وسام يتكلم. فاهم الفكره؟ في حاجات يعني اصلا سبب مشان وسام ان في ناس جت اخذت اعلى منه. طبيعي. فهو جاله عرض، فهو عايز فاهم. النادي الاهلي مش هيقدر يديله نفس المبالغ اللي بدي، فهي خربت. واكبر دليل يعني الاهلي اعترف بالخطأ بطريقه غير مباشره، انه السنه دي عمل سقف للعيبه، وده اكبر اعتراف. مش لازم يطلع للعلن يقول انا كان عندي اخطاء، هو بيصلح الاخطاء. ودي ميزه في النادي الاهلي، هو صلح اخطاء السنه اللي فاتت، ودي بدايه النجاح. انا معاك. الناس ممكن تتكلم عن تراجع مستوى النادي الاهلي، بس في الكوره اللي حصل في النادي الاهلي طبيعي. هو الناس اللي خد زخم في الموضوع طبيعي، ما فيش حد بيفضل على القمه على طول، لازم يبقى فيه ارتفاع ونزول وهبوط. اكيد. لكن الناس متعوده انه النادي الاهلي ما بيقعش، بس طبيعي هو واقع. مثلا السنة اللي فاتت موسم يعتبر غير ناجح بالنسبة للنادي الأهلي وقاعدته الجماهيرية الكبيرة ونسبة البطولات اللي حققها، أكيد موسم غير ناجح. بس هو الموسم مش بالسوء اللي خلى الموضوع ياخد زخم. كمية اللعيبة اللي جت، كمية النجوم، وكمية الأرقام اللي اتدفعت. الأرقام كان مبالغ فيها جدا، وده اللي خرب الموضوع. لأن أنا دلوقتي اكون نجم الفرقه، تجيب واحد بيديله اعلى، فطبيعي خلاص السقف اللي كانوا حاطينه زمان عالي، فطبيعي يجي واحد هيطلب اعلى وده هيطلب اعلى، يقول لك ده اشمعنى ده. هو ده اللي بيخرب اوضه اللبس. لكن حاليا لما جت الاداره الحاليه ولجنه الكوره الحاليه، اول حاجه عملوها قال لك في سقف. وده اعتراف انه السنه اللي فاتت كان في اخطاء، وهم بيصلحوا الاخطاء دي. يعني انت حضرتك كابتن شايف ان ده السبب الرئيسي؟ طبعا. اصلا بص، احيانا كتر النجوم في الفرقه بيخرب المنظومه كامله. اوكي، عندك مثلا في بدل في مراكز، اوكي انت لازم بتتكلم على مراكز معينه لازم يبقى فيها 1 و2، لكن في حاجات نجوم ما ينفعش يبقى البديل بتاعه برضه نجم. يعني مثلا لو تعالى اتفرج على ريال مدريد، اتفرج على، هتلاقي مثلا انه في ناس نجوم لا ما ينفعش يبقى ليهم بديل، لانه معروف اللي رقم 2 ده هيلعب فترة قليلة، مش هيلعب نفسها. بس النادي الاهلي هنا في مصر مش متبع السياسة، فجابوا نجوم كل واحد عايز يلعب نفس الوقت اللي التاني بيلعبه، ودي اللي عملت مشكلة. ماشي يا كابتن، بس حضرتك كنت في 2008 و2009 في النادي الاهلي فترة الجيل الذهبي، كان كلهم نجوم. انا معاك، بس كان في حكاية الوضع اختلف. اولا ليه ايه؟ لانه اقول لك على حاجة، زمان كانت العقلية مختلفة. زمان كان النادي الاهلي يعني في مدير فني بيعرف يدور المنظومة اللي هو مستر مانويل جوزيه، عرف يدور النجوم. ما كانش عنده حتة في نجم الفرقة، كان الفرقة هي النجم. كان بيعملهم ازاي يا كابتن في وجود حضرتك؟ انا اقول لك على حاجة والله العظيم، كلنا كنا بنخاف من مانويل جوزيه. والله العظيم كنا مثلا نكون طالعين من الأوضة مثلا أنا وبركات وحتى أبو تريكة، نخاف نصطدم معاه نلف. أنا استغربت أول ما رحت، الناس كلها بتخاف منه. لا، شخصيته كانت قوية والناس بتخاف منه وبتحبه في نفس الوقت. معادلة صعبة أوي إن أنت تخاف من مدرب وتحبه. طبعا. لا، وهو على الصعيد الشخصي إنسان كويس، عليه مواقف كتيرة معايا ما انساهاش. زي إيه كابتن؟ يعني مثلا مرة كنا رايحين كينيا، فالجواز الفلسطيني مش داخل في السيستم بتاع المطار في كينيا،
فاحنا هننزل ترانزيت لا كنا هننزل ترانزيت في كينيا، هنقعد 7 ساعات واحنا راجعين، كنا رايحين زيمبابوي باين او كده. فقال لي بص، وقتها كنت بلعب اساسي، قال لي انا حصل كذا واحنا راجعين انت مش هتقدر تدخل كينيا مع الفريق، نقعد في فندق 7 ساعات ترانزيت او حاجه كده. فقال لي لو ما حصلش اصابات الاجوان كلها تمام، انا مش هخليك تروح وتتعرض لاهانه ان احنا ندخل وانت تفضل قاعد في المطار. انت متخيل؟ قلت له لا، انا بالنسبه لي عادي، انا متعود. يعني مش متعود انه انا كفلسطيني احيانا كنت بعاني كتير يعني في المطارات يعني والاجواء في دي. المطارات وعلى معبر رفح ده، انا بت بال4-5 ايام مره يا. منتخب فلسطين، لا كنا بنعاني. فمتعودين على الموضوع ده، بس هو ما رضليش الاهانه، فده احترمته قوي. فقال لي لا، لو الدنيا مشيت تمام ومحدش اتصاب من الاجوان، انت مش هعرضك للموقف ده. لغايه ما اتدخل السفير المصري في نيروبي، ودخلت على يعني حطيت الجواز في المطار، ودخلت على في عهدة السفير المصري في نيروبي، يعني حلوا لي القصة دي. ودخلوك ودخلت والدنيا تمام. موقف رائع منه. طبعا. لا، وكان دايما يجي يسألني، كان أياميها كان الحرب على غزة في 2009، كان يجي كل يوم بيسألني عن أهلي لا بصراحة إنسان أكتر من رائع، لي مواقف كتيرة معايا واداني فرصتي، ومن الناس اللي بعتز طبعا إن أنا كنت موجود معاه. كابتن، ايه الفرق بين الجيل الحالي اللي احنا فيه والجيل الذهبي بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ كموهبة هم افضل؟ خلينا بس واقعيين عشان الناس. كموهبة الجيل الذهبي اللي حضرتك كنت معاه افضل من دلوقتي؟ بص، في حاجة أنا لمسها، كنت بلمسها في الأهلي، عارف حاجتين بصراحة. وانا واقف في الملعب، حتى لو احيانا بنمر بازمات، متعادلين مغلوبين، عارف اللي انا دلوقتي اول ما يقوم يعمل تغييرات الكابتن مانويل الجوزيه، احس انه عندي واحد بره هيتصرف، اقول انا في دماغي عندي قناعه لا دلوقتي هيتصرف. وفعلا كانت تبديلاته بتحدث البصمه وتحدث التغيير. ف وحاجه تانية، الجيل اللي فات سبحان الله كان في موجود ميزة مش موجودة في الجيل الحالي، وانت بتلعب حتى لو الفرقة احيانا بتمر بهبوط مستوى، عندك ثقة انه واحد دلوقتي هيطلع يخلص لك الليلة دي، عندك ثقة انه ابو تريكة دلوقتي هيخلصها، انه بركات هيخلصها، متعب هيخلص. الحتة دي مش موجودة دلوقتي ما فيش مثلا تقدر تقول فلان هيجيب جون، لا انا واثق الفرقة وحشة، لا ما بقاش في ثقة انه في حد هيخلص الليل. هو ده الفرق. عشان كده كابتن جمهور الاهلي كان بيفضل قاعد لحد الدقيقه 90 وعارف انه هيكسب. طبعا طبعا، كان زمان عارف انه وانتوا في الملعب بتبقوا عارفين. سبحان الله، عندك ثقة انه مهما تأزم، هي دي بقى الموهبة، انه عندك واحد حتى لو هو وحش هيطلع دلوقتي يخلص لك، لانك عندك ثقة في الناس اللي موجودة دي. في واحد دلوقتي هيخلص الليل، دلوقتي انت مش حاسسها. لا بس في ولا لعيب مش انا لوحدي، حتى الجماهير، الجمهور فعلا. في ولا لعيب في الاهلي ما في بصراحة، لا الحتة دي مش موجود، ولا يعني امام ولا حسين الشحات ولا الرجاله دي. بس انا مش بعيب فيهم، لا هم لعيبه كبيره، بس ان هم يخلصوا زي ابو تريكة، عمل كاس عالم عالمي. بس يعني لو تسأل، لا ما عندكش ثقة انه دلوقتي هيخلص الحتة دي اللي موجودة الزمان. ممكن بص اقول لك العقلية مختلف برضو، الجيل القديم ما تعرضش للظروف اللي بتعرض فيها، ما كانش فيه السوشيال ميديا والضغط مش الضغط اللي هو السبوت العالي على الناس، وفلان راح هنا وفلان ما كانش فيه هي مواقع التواصل اللي موجودة. شايفها أثرت على اللعيبة كابتن؟ طبعا بشكل كبير. دلوقتي بص، كل واحد ليه حياته الخاصة ممكن يعيشها زي ما هو عايز، بس حتى زمان ممكن في ناس كانت بتعمل حاجات محدش يعرف، بس دلوقتي لو واحد نزل على باب الشارع هتلاقيه يصوروه وعملوا، بقى السبوت عالي عليهم. هم برضو من حقك تعيش حياتك الخاصة، لكن من حق الجمهور عليك لو انت في نادي، دي ضريبة ان انت في نادي كبير، لازم تحترم المكان اللي انت فيه من خلال تصرفاتك، انت تكون قدوة، انت قدوة لأجيال كتير. يعني اديك مثال، امام عاشور عامل شعره اصفر، تمام، كم طفل دلوقتي عامل نفس كتير. مش يعني ده معناه ان انت مؤثر، قدوة للناس، بتأثر فيهم. ايوه، فلازم يبقى السلوك كويس، لان انت السلوك ده بتاعك هتنقله للاطفال كتير.
يعني دي كابتن الفكرة. دلوقتي عايز الاجابه بكلمه واحده، ايه الفرق بين الجيل الذهبي اللي حضرتك لعبت فيه كابتن ابو تريكه وبركات ومتعب وائل جمعه والناس دي، والجيل الحالي بقى امام عاشور والرجاله اللي في الاهلي، ايه الفرق؟ ممكن تكون، خلينا نقول الشخصية. الشخصيه. طبعا شخصيات مسؤولة، هو ده الفرق، بعيد عن الموهبة. الموهبة أنا عندي ثقة كنت إنه، ومش أنا لوحدي، الجماهير المصرية كلها، إنه في واحد دلوقتي بص مثلا نهائي أفريقيا مش عارف مين، أبو تريكة بيطلع لك يحط لك البصمة الأخيرة، متعب في ماتش الجزائر جاب لك الجون في النهائي. بركات مع الزمالك في الدقيقة بعد 90 جاب لك. لا انت عندك ثقة في الناس دي، حتى لو كانوا وحشين هيعمل حاجة، مش هيسيب الدنيا كده. هو ده الفرق، بعيد عن الحاجة. الشخصية شخصية مسؤولة، ان هم بيتحملوا المسؤولية. عنده غيرة على الشعار اللي هو لابسه، مقدر التيشيرت اللي هو لابسه. كابتن بما ان حضرتك طبعا يعني فلسطيني، وسام ابو علي برضه فلسطيني، وسام ندمان ان هو مشي من النادي الاهلي؟ انا عارف ان انت يعني من الناس القريبه منه، يعني هو ندمان؟ لا بص اقول لك على حاجه. وسام هو مشي يعني هو استفاد والنادي الاهلي استفاد. انا عارف ان النادي الاهلي استفاد بمبلغ كبير، لا، وهو استفاد طبعا في امريكا طبعا. لكن كندم بقى اللي هو كان موجود في الاهلي وبيكسر الدنيا وبيسجل اهداف. طيب لا بس هو انت دلوقتي كنت بتاخد السي 10 جنيه، ورحت مكان تاخد 100 جنيه، هتبقى مبسوط. الفكرة مش هو كل واحد ليه حساباته. يعني أنا هو قلت لك مبسوط، وسام مبسوط. طبعا، بس طبعا دلوقتي حاليا مش مبسوط بالإصابة اللي حصلت له، لا، بس دي حاجات دي أقدار. حاجات قدريه. لكن هو جت في الفترة الأخيرة في الدوري الأمريكي كان طالع كده، وكان مبسوط فعلا. طبعا. ما كانش مثلا زعلان ان هو مشي من لا الاهلي بس, وبتاع. بس أقول لك على حاجة، لا زعلان ليه؟ هو مستفيد، هو مشي بإرادته كمان، وبإرادة النادي الأهلي. خليها بالك، يعني النادي الأهلي هو في الاساس كان هيستفيد من وسام، واكبر دليل انه دلوقتي في عروض بتتقدم والنادي الاهلي موافق على انه يخرج بعض لاعيبته. مظبوط. ايوه، هي دلوقتي الكوره في حسابات خاصه للانديه عشان تقدر تدفع التكاليف، هي كده، هو بقى بيزنس، الكوره بقت بيزنس. انا دلوقتي جايبك بمليون، انت جايب لي 10 مليون، روح ربنا يوفقك. طبعا. ما هو قبل كده حصلت الغلطه دي مع وليد ازار، ما رضوش يبيعوه ب9 مليون تقريبا، بعد كده اتباع ب1.5 مليون. فما ينفعش انت تقف في طريق اي حد او في طريق استفادتك انت المالية. النادي اللي استفاد. طبعا استفادت النادي واللاعب. كابتن حضرتك شايف الزمالك طبعا السنه اللي فاتت في ظل الازمات الكبيره جدا دي وقدر يحصل على بطوله الدوري، شفت اداء الزمالك عامل ازاي مع الكابتن؟ والله انا كنت مبسوط من اداء الزمالك والله، رغم انك اهلاوي. رغم اني اهلاوي جدا، بس عارف اللي هو، لا الزمالك يعني شابوه السنة اللي فاتت اللي عملوه. يعني أولا رغم الظروف اللي هم فيها، وناس تتحمل المسؤولية، وناس توصل إنها تجاري الأندية زي أهلي وزي بيراميدز اللي عندهم استقرار إداري ويقدروا ياخدوا الدوري، ده إنجاز يحسب ليهم بصراحة. يمكن من أحسن ما يعني الناس زي ما بيقولوا كانوا الزمالك فن ولعب وهندسة. الكورة اللي لعبوها السنة اللي فاتت رجعتك للأذهان الزمالك بتاع زمان، يعني المنافس الحقيقي. يعني جت فترة الزمالك مر بسنوات صعبة، لكن السنة اللي فاتت رغم ان الظروف اللي حصلت لهم دي والمشاكل المالية الكبيرة والتخبط الإداري، إلا أنهم قدروا يعملوا حاجة لاسمهم ولناديهم. بصراحة شابوه ليهم. نادرا يا كابتن لما تلاقي واحد اهلاوي فعلا ولعب في الاهلي ويعني دمه احمر ويشكر في الزمالك. لا، ما انا ممكن دلوقتي اطلع اشتم في الزمالك هطلع ترند، بس انا ليه اعمل كده؟ لا، انا بقول رأيي بمنتهى الاحترام. يعني اصل الكورة، بص اقول لك على حاجة، ممكن جماهير تبقى متعصبة، بس عمرك ما هتلاعب لاعب متعصب. واي لاعب يطلع يقول لك ان دي مش عارف، يعرف انه معلش كذاب. اسالك سؤال، اتفضل. زي الجماهير لما بنخسر ماتش الناس بتبقى زعلانة، بس بتزعل اكتر من اللعيبة. انا لو لعيب لو هزعل وقتي، لكن لو انا هزعل وبالغ في زعلي مش هقف بعد كده على رجلي، مش هتعرف تلعب اصلا. لازم خلاص اقفل الصفحة وارفع راسي بكرة التمرين. فشعور اللعيب غير شعور الجماهير.
مظبوط يا كابتن. ومش متعصب. يعني اكبر دليل الاهلي والزمالك هي الشحن الجماهيري ده، لكن لعيبه اصحاب بره ومحدش. لكن لو انا دلوقتي عايز اطلع ترند هطلع اشتم في الزمالك، هطلع ترند في مصر. بس انا ليه اعمل كده؟ ليه اخسر نفسي، اخسر شكلي؟ ليه اخلي واحد يشتمني؟ ليه؟ عشان اطلع وتخسر برضه ترند؟ حب الناس ليك يا كابتن. طبعا. ما انت ليه؟ ناس برضه لا. بتحب حضرتك من الاهلي ومن الزمالك برضه. طبعا. بص اقول لك على حاجه، احترم نفسك الاول، الناس هتحترم. بس رسالة وصلت يا كابتن. كنت عايز اسال بقى حضرتك، شايف اختيار الكابتن حسام حسن بالاعتماد على شوبير في كاس العالم صح ولا كان يلعب الشناوي؟ هو لا، اللي دي, عمله دي في ده ملعبك بقى، انت راجل بص حارس أقول مرمى لك. دولي ويعني الحارس التاريخي لمنتخب فلسطين. السؤال ده بقى في ملعبك. هو اختياره بعد النجاح اللي عمله شوبير اختيار ناجح 100%. لكن السؤال هنا قبل، اراهنك لو واحد اتوقع انه شوبير اللي يلعب، اراهنك. بس انا من خلال الناس اللي لعبت مع كابتن حسام حسن تعرف ان شوبير اللي كان هيلعب. ليه بقى يا كابتن؟ لانه كابتن حسام حسن بيحب اللعيبه الصغيره، بيدي فرص. اكتر واحد مدرب في مصر او في العالم جريء في الحته دي في العالم ممكن. عنده الجراءه. حته الجون بالذات، كل مدربين العالم بيدوروا على الجون اللي لعب ساعات لعب كتيره، الخبره. يعني اي واحد في العالم، اي مدرب يحب الجون الخبره، ان هو ياخد قرار جريء بالشكل ده ويلعب جون ما عندوش ربع ماتشات بعدد الشناوي. فدي مغامرة كبيرة ورهان، وهو كسب الرهان. هو يعتبر هو اللي قدم شوبير. مصطفى شوبير طبعا. تقييمك ايه يا كابتن لمصطفى شوبير في كاس العالم؟ لا بسم الله ما شاء الله. بص انا ما ببصش على الصد كل واحد بيصد، اكيد عمل تصديات خيالية، لكن انا ببص على الشخصية. تلعب كاس عالم، واول كاس عالم ليك، ويمكن من اوائل الماتشات الدوليه الرسميه ليه. مظبوط. يعني هو اكيد لعب دولي ودي، ما لعبش رسمي اعتقد، صح؟ مش كتير يعني. ان انت تظهر بالشخصيه دي في كاس عالم قدام مثلا كل الشعب المصري مستنيك، وقدام العالم كله، قدام نجوم العالم. انا عرفت انه مصطفى شوبير عنده شخصيه من ايه. من ايه يا كابتن؟ انا مره من زمان، يعني كنت ايام ما كنت بلعب في الاهلي، كنت في اهلي مدينه نصر، كان الكابتن احمد شوبير جه فرجني على مصطفى وهو بيلعب وكده، فقال لي هيبقى جون كويس، وكان لسه صغير بقى مصطفى. بعد كده بقيت اسمع عنه انه بيتكلموا عليه كويس، انه في قطاع الناشئين كان كويس، يعني كل الناس لكن انا عرفت انه جون كويس امتى؟ فاكر اول ماتش لعبه مع الاهلي انا متاكد. كان طبعا وقتها كان الكابتن احمد شوبير بيمر بخصومه مع الجماهير كتير، مشاكل التراس ومش عارف ايه حصلت له. انا متاكد كان 100 مليون مصري، وطبعا ضيف ليهم جماهير الزمالك، مستنيين يتشمتوا في كابتن احمد شوبير عن طريق مصطفى. الولد لعب وقدم ماتش كبير، وهو مستحمل ضغط انه الناس كلها عارف اللي هو واقف، ومصر كلها مستنياك تغلط عشان للاسف يعني يصفوا حسابات مع والده ان هو يطلع بالمنتاليتي دي ويتحدى الناس كلها ويظهر بالشكل ده وعنده الثبات الانفعالي ده. شابوه بجد، وكل الاحترام ليه بصراحه. قدم كاس عالم رائع. انا ببص على الشخصيه بتاعته، بيلعب برجليه حلو، بيقرا كوره حلو. يعني في كذا موقف اتحصل انه بيبقى سباق، في اول ما الكوره بتطلع من رجل الواحد تلاقيه قاريها، اللي هو عارف محضر. فدي مش موجوده في حراس كتير. وبعدين اتخاذ القرار بتاعه موفق، يعني بمعنى الانفراد ده عايز يطلع بالشكل كذا، هتلاقيه اتخذ القرار الصح. يعني ما فيش حاجه جت معاه اللي هو ايه بايلك. اكيد في تصديات صعبه عملها اللي هي اكيد برضه اللي هو رد الفعل، بس حضرتك بتتكلم على التكنيك. عمل تكنيكات في كل المواقف كانت رائعه. يعني مثلا في حراس تقول ايه يا عم دي خبطت فيه، لا مصطفى مش من النوع ده. تلاقي مثلا في مواقف معينه ما ينفعش يعمل الا التكنيك ده وعمله صح.
فاهم قصدي؟ فاهم حضرتك. فلا بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه وانا دايما لما كانوا يسالوني اقول ان احنا ما نستعجلش على مصطفى شوبير، لانه كان بص المنتخب المصري او الكوره مرت بفتره صعبه بعد عصام الحضري. مرت بقى بص انا عايز اقول لك، وعصام الحضري صف فراغ وكل يوم يطلع على التلفزيون، وهو بصراحه اعظم جون مر في تاريخ مصر للامانه. لكن جت فتره كده اللي هي فتره فراغ، واكبر لانه قعد يلعب وعنده 45 سنه وراح كاس العالم وراح كاس العالم وصد ضربه جزاء. وهو عنده كابتن 45. عصام والجوينت بتاعه في المتحف عشان عشان بس ما ننساش أيوة. النقطه. قولها والنبي يا كابتن رمزي عشان ما ننساش النقطه. الجوانت بتاعه في المتحف يا عم، هو بنفسه هيحطوه في المتحف ده عصام الحضري. فدلوقتي بقى ايه، هو كان دلوقتي هيقل شويه عشان خلاص في واحد لعب كاس عالم ولعب يعني وتألق وصد عمل صد ضربتين جزاء. ايوه علق على الحضري، علق على الكابتن عصام. كابتن عصام ممكن بقى يرجع دلوقتي يلعب كاس العالم الجاي ويبطل تاني. لا دلوقتي هيطلع يقول لك ده ما خدش افريقيا. لا والله عصام الحضري طبعا من اعظم جول مر في تاريخ مصر، والارقام اللي حققها بصراحه ما حدش قدر يحققها لغايه دلوقتي، او ممكن يكون الشناوي حقق ارقام كبيره جدا بس ما خدش افريقيا. بس ده انت بقيت على زي عصام الحضري. ما هو رونالدو ما خدش كاس عالم هيبقى ما تأسش كده. كرة جماعية يعني، مش معناه ان انت ما خدتش حاجة ده تقلل منك، بس ارقام محمد الشناوي ارقام كبيرة لا جدا. طبعا الشناوي جون كبير. وخلي طبعا. بالك اللي نجح مصطفى شوبير الانتقادات اللي توجهت لمحمد الشناوي. ازاي يا كابتن؟ يعني الفترة الأخيرة في الأهلي الناس بقتش متقبلة محمد الشناوي، بقى يقفوا له على الغلطة. ليه يا كابتن؟ ودي مشكلة شايفها ليه يا كبيرة. كابتن؟ أيوة عشان الناس ما بتقدرش الكورة. للأسف الجماهير أحيانا ما بتقدرش. الجماهير ليها اللي عليها، واحد يغلط، واحد محقق لك كل حاجة في الدنيا، فطبيعي مفيش حد بيفضل على مستواه. كل اللعيبة بتنزل مرحلة هبوط وبتعلى، وانت فطبيعي الفترة اللي نزل فيها مستوى محمد الشناوي اتعرض لانتقادات كتير. فالناس كانت محتاجة اي حد يجي يديهم امل انه فده فاد مصطفى شوبير، انه الناس كانت بتنتقد محمد الشناوي وكانت بتبالغ في انتقاداتها ليه. كان اي جون يدخل مش بتاعه يقول لك منه. لكن دلوقتي مصطفى شوبير جت فترة بعدها مصطفى شوبير يمسك كرة عرضية عادية، يا ولد بص عملها ازاي. دي ساعدت هم خلاص يعني قفلوا شويه من الشناوي فتقبلوا شوبير. ايوه هو انت بتجيبها بالمصري صح. تنصحوا بقى كابتن الشناوي دلوقتي في ظل الظروف اللي هو فيها دي؟ لا الشناوي مش محتاج نصيحه. لا يعني يكمل في الاهلي. لا مش محتاج نصيحه. يكمل يا كابتن. ما هو طبيعي هيكمل في الاهلي، واحد عمل التاريخ ده كله هيكمل في الاهلي. وخلي بالك فرصه احتراف محمد الشناوي بره صعبه دلوقتي. ليه يا كابتن؟ ده حارس كبير جدا. حارس كبير، بس الفرصه دلوقتي لو تيجي تحسبها صعبة. انت بتتكلم هتكون حاصر على الدوري السعودي بس اللي فيه احتراف حراس، والدوري السعودي بيتجهوا بيفضلوا الأجانب. كابتن طب شايفها مش هتبقى فيها يعني صدامية شوية لما برضو الشناوي يفضل مع شوبير في الأهلي بعد تألق شوبير في كأس العالم؟ لا بص اقول لك على حاجه، طول عمره الاهلي الجون الاول والثاني جون كبير. يعني مين الاول والثاني دلوقتي؟ تصنفهم ايه بتصنيف الكابتن رمزي؟ لا خلاص بص المرحله دي عدت دلوقتي. المرحله دي بعد كاس العالم ده عدت خلاص. مصطفى شوبير ركب طبيعي، هو وقته ده دلوقتي. بس انت بقى ما تعرفش الظروف قدام فيها ايه. طب يا كابتن ما تنصحش مثلا الشناوي انه يروح نادي تاني في مصر يلعب؟ اصل انتوا كابتن يعني هو الحراس انا قعدت معاك، يعني انا قعدت مع حضرتك، انت موضوع الحراس ده عدم اللعب بيخنقهم برضه. ايوه بس حسب النادي اللي انت فيه. انت برضه مش في نادي قليل، انت في النادي الاهلي عندك بطولات كتيره، هتاخد وقت لعب كتير. هياخد في ايه؟ هياخد وقت لعب. انت ما تعرفش بكره في ايه. انت فاهم قصدي؟ ما هو طبيعي مصطفى ممكن يتعرض لأي حاجة، ممكن يبقى حسب المدير الفني. ما هو السنة اللي فاتت مصطفى خد في أفريقيا صح، وكان هو لما يكون عندك مدرب حراس 2 كبار، المدرب الذكي يعرف يوزنها ازاي. واكبر دليل انه الاثنين كانوا موجودين في منتخب مصر. يعني حضرتك يا كابتن وانت حارس في الاهلي ما كنتش بتشوفها ازمه ان انت برضو معاك حارس كبير وكده؟ لا قول الصراحه. لا ايه قول الصراحه. بس هقول لك على حاجه.
ما فيش 2 حراس بيحبوا بعض من الاخر. والله ما بهزرش، سيبك بقى من الاعلام وحبيبي، اوكي بنسلم على بعض وكده، لكن من جوه لا، كل واحد عايز يلعب، ودي مشكلة. يعني مش هدخل في نفسيات حد عشان الناس، بس ما فيش 2 حراس. يعني اكبر دليل اراهنك جون قاعد مع جون تاني في اوضه، ما بتحصلش. فاهم قصدي؟ بيبقى في شويه من الحساسيه كده، لان انت في النهايه بتصارع على مركز مركز حساس، واحد لانه كمان ومكان واحد، مش مش زي زينا احنا اللعيبه. كلعيبه، ايوه، احنا بنتغير عادي. ايوه. فالعلاقه دايما بين الجون الاول والتاني، انا يوم شفت حاجات كتيره وشفت بلاوي. فاهم؟ انا وصلت لحاجات يعني بلاوي. بلاوي ازاي يا كابتن؟ يعني كنت بتعمل لي اعمال وانت عارف الكلام ده، بس الواحد مش عايز يتكلم كده عشان لا، عشان في ناس فاهم بيتفرجوا علينا. فهي المحصلة من غير ما نخوض كتير، لا انت بتواجه في الكورة انه ما فيش 2 حراس هتلاقي في منافسة بينهم، بس من جواهم اكيد بيفضل كل واحد بيبقى عايز انا هي النفس، يعني ما حدش غصب بيحب حد اكتر من نفسه، دي سنه الحياه. طبعا. لكن العلاقة اللي للعلن حاجة والداخلية حاجة. أما حاجة إن أنت اتمنى الخير لزميلك، لأنه لو ما تمنتلوش الخير ممكن أنت تتعرض لنفس الموقف اللي هي فيه، ما تشمتش في زميلك. لكن كلنا معرضين للمواقف دي. لكن لو أنت تيجي تحسبها، تاريخ محمد الشناوي كبير جدا. كبير جدا، والناس بصراحة أنا زعلان إن هو مش واخد حقه للأمانة. أنا بحبه، ومحمد الشناوي كان معايا جول رابع في النادي الأهلي لما كنت موجود. كان لسه طالع من قطاع الناشئين، وكان بيتمرن معانا، وبعدها راح بتروجيت تقريبا، مش فاكر وقتها. فأنا بحبه على المستوى الشخصية نظيفة، وتقل في النادي الأهلي، ومر بمراحل صعود كتيرة. فطبيعي ان اتمنى من الجماهير انه تقف معاه. ما طبيعي، اوكي انا معاك انه بيمر بفتره مش في افضل حالاته، لكن ده ما ينساش تاريخه، ما يمسحش تاريخه اللي عمله مع النادي الاهلي. والناس لو قعدت سنين عمرها ما تحقق اللي حققه محمد الشناوي للامانه. يعني انا نفسي اديله حقه، لانه الناس مش مدينه حقه. كابتن طبعا كان ليك تجربه عظيمه مع النادي المصري تحت قياده العميد حسام حسن، بتمثل لك ايه التجربه دي يا كابتن؟ هو اولا بعتز طبعا لعبت في النادي المصري قبل كابتن حسام حسن، لانه كان كبير بصراحه. وجماهير بورسعيد جماهير عاشقه للكوره. وكان الواحد يعني رحنا في سنه صعبه. كان السنه اللي قبلها، تخيل النادي المصري بعظمته كان نجا من الهبوط في اخر ماتش او حاجه زي فعلا كده. على هدف. على هدف، صح. فان انت تروح لنادي بيمر بمرحلة عدم اتزان، وهو نادي كبير والضغط اللي عليه وكده، وان انت توصل معاه لتالي. كنا ماشيين في المربع الذهبي للاخر، وكنا مظبوط. احيانا واصلين الاول في الترتيب مع الاهلي. مظبوط. كان فرق ماتش او حاجة وكسبنا الاهلي، اه كسبناهم 3-2. وتعادلنا. ما خسرناش في الاهلي لا، ما السنة دي، خسرناش. كسبنا ماتش وتعادلنا ماتش. ف ان انت تمر دي مرحلة صعبة، وكان تحدي بالنسبة لي. ووجودك طبعا مع كابتن حسام، الشغل معاه صعب، مش سهل. انه راجل يعني بيحب شغله جدا، وعايز كل حاجة 100%. 100%. وعارف اللي هو لما بيقول لك بياخد بالاسباب، ده بياخد بالاسباب اللي في الكون كلها. يعني بيعمل اي حاجه، بص ما بيخلكش تشوف ولادك، ما بيخلكش تشوف حياتك، لا هو عايز كل حاجه بيرفكت. يعني لو ينفع كان يحطنا ويقفل علينا ما يطلعناش من الفندق هيعمل كده. هو بيحب شغله جدا، ودايما عايز يعمل كل حاجه عشان ربنا يديله، وده سبب نجاحه. يعني هو بيتعب في شغل الامانه، وانا احيانا ببقى خايف عليه. انا مره رحت قلت له يا كابتن حسام هيجرى لك حاجه، ما تفضلش تحرق في نفسك كده. قلت له كده والله يا كابتن. هو بيحبش الخساره، وبيبقى عنده ثقه ان شاء الله بيلعب بمين انه هيكسب، وما مش فارقه معاه بيلعب مين، هو عايز يكسب. فهو ده كله بياخده على اعصابه، وبياخده على ده. محتاج قلبين مش قلب عشان يقدر يستحمل الضغط اللي هو بيحطه على نفسه. يعني انت مثلا
بتلعب النادي الاهلي سيمع، هو ماسك اي فريق بيلعب النادي الاهلي، هو عايز يكسب النادي الاهلي. طب يا كابتن حسام وارد بنسبة كبيرة ان انت تخسر، لا هو ما عندوش ده، لا انا هكسب، هيفضل برضو فاهم قصدي؟ فاهم يعني حضرتك. مثلا لاعب منتخب الارجنتين كان 90% الارجنتين هتكسبك، صح مظبوط. ولا لا؟ طبعا كلنا قلنا كده. هو لا، ال10% انا هكسبهم، ولو خسر يزعل يعني انت فاهم، ما عندوش مبدأ اللي هو الخسارة. ودي ميزة خلي بالك، ان انت بتقدر تديها للعيبة اللي عندك. شايفها عملت روح في المنتخب يا كابتن؟ طبعا هو اللي عاد الروح المنتخب. منتخب مصر في السنوات الأخيرة اللي كان يفتقد الروح، يفتقد الشخصية، هو أعاد الشخصية للمنتخب المصري، والناس كلها كانت مراهنة أن منتخب مصر هيدافع في كأس العالم. شفنا لاعب بتوازن وبيهاجم، وأكبر دليل أن منتخب مصر جاب عدد أجوان كبير في كأس العالم. فده تحسب ليه، هو خالف كل التوقعات، والناس كلها قالت لك مصر هتروح قدام بلجيكا هيلعبوا 10 لعيبة ورا وهيلعبوا، لا هو الراجل قدم نسخة جديدة من منتخب مصر، أعادت الأذهان منتخب مصر بتاع زمان، فتحسب له. كابتن حضرتك معلش هرجع بس للجزئيه دي عشان مهمه قوي، حضرتك اخدت الدوري مع النادي الاهلي 2009 مم. مظبوط. بعدين يا كابتن حصل لك اصابه كده، ولما جيت ترجع بقى من الاصابه اتفاجئت ان شريف اكرامي جه، مم. حسيت بايه؟ لا ما بص اقول لك على حاجه، نتكلم في النقطه دي. انا كان عندي رباط صليبي، مظبوط. وبسبب انت عارف، انا اقول لك معلومه يمكن ضحك ناس كتير، انا قعدت العب 10 سنين من غير رباط صليبي. حتى وحضرتك في النادي الاهلي؟ ايوه. طب ازاي في الكشف الطبي؟ ما هو انا كنت سليم وكنت نازل ملعب ومش سهل ان انت تكشف، فما كانش داعي ان انت تعمل MRI. ازاي يا كابتن ده دلوقتي بيكشفوا دلوقتي على اللاعب؟ دلوقتي تتكلم من 2009 2009 2008 2008 يعني داخلين في حوالي 18 سنه. انا لاعب 67 ماتش دولي وقتها من غير رباط صليبي. انا جالي رباط صليبي وانا عندي 19 سنه، كنت في غزه. ما عملتوش؟ الدكتور يعني بدون ذكر اسماء، ده دلوقتي من اكبر دكاتره غزه بسم الله ما شاء الله، قال لك عمل لي إيه؟ الغضروف والساب الصليبي. كسل ولا ايه؟ والله ما كانش وقتها في MRI في غزه، فهو فتح المنظار وانا عملت العمليه، طبعا متبنج نصف تحتاني بس، دخل وقعد يعمل لي الغضروف وساب الرباط الصليبي. ولعبت بيه بقى؟ لعبت لان كان عضلاتي قويه شايله الركبه. فشايله ركبتي، لدرجه اللي لما رحت المانيا اعمل عمليه عند الدكتور شيفرهوف ده اللي كان عمل متعب وتريكا وكده، قال لي انت مش محتاج عمليه. انا اول مره اشوف واحد سليم جاي يعمل عمليه. قال لي انت رجلك اتكيفت مع الوضع ده، وانت رجلك شايلاك وعضلاتك قويه، ما فيش داعي تعمل عمليه. قلت له لا انا عايز، عشان طلعت بقى اشاعه ان انا عندي اصابه مزمنه. قلت له لا عايز اعمل كده عشان لما اروح نادي يعملوا لي MRI يشوفوا الرباط الصليبي موجود. الصليبي موجود. بس انا اصلا ما كنتش محتاج اعمل عمليه. لكن اصريت ان انت تعملها؟ اه طبعا، عشان طلعت اشاعه بقى ان انا بقى مستقبلي على المحك. بعد المريخ السوداني كان مستقبلي على المحك. كابتن لما رجعت من العمليه قبل المريخ السوداني لقيت شريف اكرامي جابوه النادي الاهلي؟ لا ده مش بعد، انا عملت العمليه. بص اقول لك على حاجه، انا رحنا معسكر المانيا، فانا رجلي فروحنا عملنا اشعه MRI فلقوا انه ما فيش صليبي. فالدكتور اللي هنا في مصر قبل ما اسافر قال لي قدر الله ما شاء فعل. قلت له يا عم قدر الله ما شاء فعل. قال لي رباط صليبي. قلت له يا عم صليبي ازاي انا بمشي؟ فقلت الدكتور ايهاب علي، قال لي وانت عملت عمليات زمان قبل كده؟ الدكتور ايهاب علي اللي فهم، لانه الصليبي اصلا مش موجود. فقال لي انت عملت عمليات؟ قلت له اه من 10 سنين. فهو اللي قال لي الراجل ما عملكش الصليبي عمل لك الغضروف. فهمت قصدي؟ فروحنا المانيا، فالدكتور كنت وقتها في الاهلي قال لهم ما فيش داعي انه يعمل عمليه. فاهم قصدي؟ بس فكملت في الاهلي. عملت العمليه ورجعت؟ لا ما عملتش عمليه وقتها، كملت المعسكر بس خدت فتره تاهيل شهر تاهيل، فرجعت كان شريف هو اللي رجع. بعدها كان ماشي مانويل جوزيه، طبعا مستر مانويل، جه كابتن حسام بدري، انا وهو مش احسن حاجه. ليه بقى كابتن مش احسن حاجه؟ ما اعرفش كده حاجه، اللي هقول لك موقف دلوقتي.
فرحت على جالي عرض على المريخ السوداني، رحت المريخ السوداني. السنة اللي بعدها أنا اللي جبت الكابتن حسام البدر المريخ، وأنا اللي كلمت الأستاذ جمال الوالي وقلت له نجيب. كان وقتها مشي من الأهلي بعد ما طب بعد يعني ماتش هو اللي الإسماعيلي. مشاك من الاهلي كابتن حسام البدري؟ من المريخ، من الأهلي ومن المريخ. وانا قلت له الكلام ده، قلت له انت قطعت، شو انا جبت لك رزق وانت قطعت رزق. كابتن ناجي عارف الكلام ده. طب ايه سبب رحيلك يا كابتن؟ يعني هو قال لهم انا مش محتاج كابتن رمزي صالح؟ وهي ركبتي الاخر عشان رجلي، مع انك كنت ماشي كويس مع النادي الاهلي رجلي بقى. وعارف صعب ان انت تكون جول النادي الاهلي ومش مصري، صعب. تشوف لها حسابات. طبعا طبعا. لما كان موجود مستر مانويل جوزيه ما بيعملش الحسابات دي حاجه، عشان مش مصري. عشان لكن مصر صعب. قناعه انه صعب تبقى. وما كانش عندي الخبره في التعامل مع الاعلام زي دلوقتي. كنت لسه جاي مصر جديد ومش عارف الدنيا ماشيه ازاي. ماشيه ازاي بقى؟ عرفت ان هي ماشيه ازاي بعد السنين دي؟ طبعا ماشيه لا ازاي؟ ماشيه بحاجات كتيره. لا مش في الملعب بس؟ لا طبعا. لا يعني الكوره في بص عشان برضو تعرف الوسط الرياضي للاسف والله في حاجات قذرة كتير الواحد عيب انه يقولها، فعشان كده مش عايز اقولها. انا لكن الكوره مش كوره بس يا كابتن، يعني انت في يعني لا اختصرها بس. لا في حاجات كتير بره طبعا. في حاجات بتدار حتى في الجماهير، في حاجات انت ما بتعرفها. انا اكتشفت انه في لعيبه بتدي فلوس للجماهير. ايه ده يعني انا في حياتي ما عرفتهاش الا تخيل بعد ثالث او رابع سنه. في حاجات لعيبه كتيره بتدي ناس عشان تكتب عنها وصفحات وما صفحات. الكلام ده يعني ما عداش كان على زمان دماغك. كان لسه جديد. دلوقتي خلاص بقت المواقع ما شاء الله، بس زمان ما كانش موجود، كان بشكل قليل. فاهم قصدي؟ ما كان في ناس، ده مش كل اللعيبه طبعا، في لعيبه ربنا كده سبحان الله زي محمد ابو تريكه ده الناس بتحبه. يعني هو انسان جميل، ومن كتر ما هو جميل ربنا مديه اهم حاجه في الدنيا، محبه الناس. مديله حاجه الهيه كده سبحان الله. هو انسان بصراحه يعني على المستوى الشخصي جميل ورائع، وانا بحبه. بس ربنا اكبر ميزه انا بقولها انه ربنا مديها لمحمد ابو تريكه رغم كل حاجه يتعرض لها، محبه الناس. ومحبوب في قطر يا كابتن زي مصر بالظبط. جدا طبعا. لا شخصيه بص عسل، مهما الواحد يتكلم عنه مش هيوفي له حقه بصراحه. كابتن رمزي، عايز اسال حضرتك كده اسئله سريعه. هقول لحضرتك كابتن رمزي صالح ولا فلان، وانت تقول لي افضل، يعني حضرتك افضل ولا هو، وانت تقول من وجهة نظرك عادي. يعني دي كل الناس بتقولها من وجهة نظر حضرتك. بس هقول لك رمزي صالح في البيك بتاعه، في افضل فترة ليه مع النادي الاهلي، لما حصل على الدوري المصري وحصل على افضل حارس في الدوري المصري، تمام؟ رمزي صالح ولا كابتن احمد فوزي بتروجيت الحارس اللي كان بقى، انا برضو بجيب لك حراس من ايامك شوية يعني فاهمني، احمد فوزي اللي كان حارس بتروجيت، رمزي صالح ولا احمد فوزي؟ رمزي طبعا. مش تقليل من حد، انت بتتكلم في فتره معينه طبعا. ايوه طبعا. بص اقول لك على حاجه، اتفضل يا كابتن. انا الحمد لله يعني جت فتره انا يعني الحمد لله مصنف من الاتحاد الاسيوي، من الاتحاد الاسيوي، ويعني على مستوى اسيا وفي العرب كمان. بس انا في مشكله، هي مشكلة عند الناس مش عندي. أنا بفتخر كوني فلسطيني، مشكلة إن أنا فلسطيني، أنا مش واخد حقي في الإعلام العربي. أنا جت فترة مصنف من أجمد 2 أو 3 في الأجوان في العرب، وأكثرهم مشاركة دولية. أيوة أنا لاعب 107 ماتش دولي، حتى 108. أنت مش واخد حقي لسبب إن أنا فلسطيني للأسف. أنت تعرف، مع اني بقول لك انا بفتخر، واحسن حاجه في الدنيا انه انا جيت من اب فلسطيني، وانا ووالدتي مصريه طبعا، وانا بفتخر كوني فلسطيني. بس عشان الناس ما تفهميش غلط، احنا الفلسطينيين بنعاني، مش بس على مستوى الكوره، في كل المجالات. ازاي يا كابتن؟ يعني الفلسطيني مش سهل ان انت تنجح. يا في طبعا فيها حسابات تانية وفيها
يعني عارف اللي هو ايه يا عم. يعني هقول لك على حاجه، اتفضل يا كابتن. انا كافحت عبال ما وصلت للدوري المصري. كان زمان تسمع، نادر لما تسمع انه في، لما انت زمان انت مثلا، انت ما شاء الله كبير مش صغير، يعني ربنا يعني على الكوره، ربنا يمد في عمرك الكروي طبعا. ربنا يخليك. بس الفكره اللي هو واكبت، يعني عارف السنين الاخيره، كنت واعي للسنوات طبعا الاخيره طبعا. وكده. كنت تسمع انه لاعب فلسطيني، عمرك هو فلسطين فيها كوره. لما انا جيت الاهلي بديت اسلط الضوء نحو اللاعب الفلسطيني. بص دلوقتي ما شاء الله، وطبعا اجيال بتسلم اجيال، بعدها مظبوط. جه وادي ومحمد ومحمد صلاح، صالح. وكان قبلها الكابتن مصطفى نجم وعماد ايوب. فتحت لهم باب. ففتحت باب. وكان اياميها ما فيش احتراف، لغوا احتراف حراس المرمى في مصر لو تفتكر. فاكرها. وقال لك انه رمزي وعمل كلاعب محلي لانه فلسطيني بقرار جامعه الدول العربيه، والكلام ده ما يمشيش على رمزي. فما عشان حضرتك معاك الباسبور المصري. كانش وقتها معايا الباسبور المصري لما لعبت في الاهلي. كنت فلسطيني. كنت فلسطيني محترف. في 2011 خدت الجنسيه المصريه. اه. فكنت محترف. بس هم عملوني، كان في توصيه من الاتحاد العربي انه اللاعب الفلسطيني، واتحاد الكوره مشي انه ده ما يمشيش على، وطلعت اشاعه انه رمزي هيغادر عشان ما فيش احتراف حراس مرمى. لو انا لا، استثنوني من القرار لانه القرار كان من الاتحاد العربي. تمام. ففتحت مجال للعيبه، وبعدها جه محمود وادي ومحمد صالح وبلح، وبعدها وسام. لما لاعب فلسطيني بينجح بيفتح مجال لناس كتير. الحمد لله انا بفتخر ان انا فتحت ابواب يعني دلوقتي لما تسمع لاعب فلسطيني لا جيبه. لا، ولما بتسمع لعيب فلسطيني بتيجي انت يا كابتن حضرتك في دماغ الناس، لان انت اول فلسطيني جيت مصر. ايوه، فانا بعتز كوني فلسطيني، وبعتز ان انا فتحت مجالات للاعيبه كتير. لكن حته ان انا فلسطيني دي اخده منك. طبعا ما بتدكش حقك بصراحه. حتى الناس نظرتهم مش متعودين ان واحد فلسطيني يبقى بارز، ولا ليه دايما يا كده كابتن؟ في ده حته فلسطينيين كده. يعني شرف اللي احنا نبقى منهم. ايوه يعني ده ليه ليه؟ ده بالكلام، لكن بالفعل احنا بنعاني. والله والله الموضوع مش سهل. الناس بتنظر لك نظره سبحان الله. وانا لا بتضايق من النظره دي، بتضايق جدا كمان. مم. انا بعتز ان انا فلسطيني وهنجح وانا فلسطيني، رغم ان انت هي مش هتنجح يا ما كابتن. باخدش انت حقي. حضرتك بس راجل ناجح ومشهور وكل الناس الحمد لله. بتحبك لا، بص، ومتألق في بيني سبورتس. يعني حتى في المجال مش الاعلامي بس انت وصلت لبيني سبورتس، دي اعلى مرتبة يعني. الفكرة في ايه؟ لا، في حتة كده بتبقى بتعز في نفس الواحد. يعني بص اقول لك على حاجة، انا الكلام ده مين اللي يعرفه مثلا محمد عساف، عارفه محمد عساف المغني طبعا عارف. يعرفوا الحتة دي، يعرفوا وسام، او ممكن وسام عشان عاش بره ما يعرفش. يعرف الناس الفلسطينيين اللي هم المقصلين، المقصلين اللي محطوطين في المواقف اللي انا فيها يعرفوا الحتة دي. الناس بتنظر لنا نظرة شوية، يعني مش عايزة اوصلها اقول لا عنصرية، لا، الناس بتحب بس ما بيدكش حقك زي ما يدوا واحد. لان انا جنسيتي جنسية تانية، وبالحاجات اللي انا حققها دي هيبقى وضعي مختلف، واخد حقي ونجومية اكتر من اللي خدتها بكتير. رسالة وصلت يا كابتن رمزي. لانه طبيعة البلد والظروف اللي بنمر فيها فلسطين بتحطك في حتة معينة، في زون معين. للأسف. هنرجع يا كابتن لسؤالنا تاني، فقرة الأفضل مع الكابتن رمزي صالح. رمزي صالح ولا بلاش أحمد فوزي؟ الأفضل دي. لا ده جميلة والله، الناس يا عم بتحبها. والله بلاش. ده من وجهة نظر حضرتك، ما فيش أي مشكلة. مع وجهة بس أنا نظري عايز مفيش حد بيقول على واحد أحسن منه. لا أنا قلت والله عادي، احنا مش أفضل لعيبة في العالم يعني. كم إيه جاب كم جون يعني؟ حبيبي يا كابتن رمزي. رمزي صالح ولا أحمد فوزي؟ دخل في كم جون يعني؟ رمزي صالح. رمزي صالح، تمام. رمزي صالح ولا أحمد عادل عبد المنعم؟ لا، رمزي صالح. رمزي صالح ولا محمد عواد الزمالك؟ برضو رمزي صالح. رمزي صالح. مفيش حد أحسن منك ولا إيه؟ لا والله مش كده. انت أنا الحمد لله. خلي بالك مش سهل ان انت تبقى جول توصل منتخب للمكانة دي. فلسطين، حتى لو مكانة كبيرة طبعا. لا، مكان ان انت تفضل محافظ السنين دي كلها. انا كنت بقالي مثلا في المنتخب 17 سنة ما شاء الله. وكابتن المنتخب منهم 10 سنين كابتن المنتخب.
حاجه كبيره طبعا جدا يا كابتن رمزي. كابتن رمزي صالح ولا محمد صبحي الاسماعيلي؟ محمد صبحي اللي هو كان على ايامك. لا، رمزي صالح. رمزي صالح ولا عبد الواحد السيد؟ رمزي صالح. رمزي صالح ولا الهاني سليمان؟ رمزي صالح. انا لاعب دولي، انت بتتكلم عليهم مش حراس دوليين. تمام. يعني عبد الواحد السيد ما لعبش في ما لعبش دولي كتير. ندخل بقى في الدوليين، يعني حضرتك برضو صنفتهم، نخش بقى في الدوليين. رمزي صالح ولا نادر السيد؟ بص يا كابتن نادر، لعبت ضده، بس يعني عارف اللي هو ايه، ما يعني ما شفتوش قوي، فاهم قصدي. يعني ما كنت صغير، يعني رمزي فالمقارنه صالح معاه تبقى مش عارف، مش يعني هتختار مين؟ طيب لازم تختار حد من وجهة اختار نظرك. نفسي طبعا. رمزي صالح، تمام. رمزي صالح ولا محمد الشناوي؟ لا، بالارقام اللي حققها محمد الشناوي. محمد الشناوي. بالأرقام. حضرتك صادق مع نفسك يا كابتن. لا، بص اقول لك على حاجه. بص، انا الحمد لله كنت في حاجات موجوده فيا مش موجوده في محمد الشناوي، وفي حاجات في محمد الشناوي مش موجوده فيا. فاهم فاهم قصدي؟ حضرتك. انت لو تعمل مقارنه مثلا في وقتها الذهبي اقول لك لا، رمزي صالح. لكن بس بالارقام هو الارقام، لكن بالبتاع، بالاداء بالاداء لا. رمزي. لانه انا لو خدت البتاع، اولا قلت لك كون ان فلسطين دي اخدت منك شويه. خدت مني. رمزي صالح ولا مصطفى شوبير؟ لا، هو ما يعني، بص اقول لك على حاجه، ما تقارنش حد بحد على 4-5 ماتشات. حتى المقارنه بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي هتبقى ظالمه، ما ينفعش. لسه ما عملش حاجه، لسه ما عملش كارير أنا بص كبير. اقول لك على حاجه بدون ذكر اسماء، تمام. ماشي، في جوان وكانت في انديه كبيره، كانت عارف جوان مواقف، اللي هو ايه، ينزل ماتش لما الجون يحصل له حاجه او يحصل حاجه، ماتشين 3 هتلاقيه جامد، لكن على اللونج تيرم هتلاقيه وحش. انا دايما قيم جون على السنين، بعد 30-40 ماتش ورا بعض، يعني شوف مين نسبه يعني احنا اخطاء نقيم مصطفى شوبير بعد مثلا كام ماتش؟ بعد الموسم اللي جاي ده ما يخلص. هل بص، مصطفى شوبير دلوقتي بيمر بمرحله صعبه، مش سهله واختبار حقيقي، والناس كلها عينيها عليه. بعد المستوى اللي وصل له في كاس العالم هيبان هو يقدر يحافظ على المستوى اللي كان فيه ده، هتبان. ودي دلوقتي عليه عبء كبير، انه يقدر يحافظ على المكان اللي وصلها، وهيبان بقى شخصيته وهيبان تعامله مع المواقف دي. هل هيتغير بعد كاس العالم ولا هيفضل مستواه ثابت؟ هيفضل شخصيته، عقليته هتفضل ثابته. بس انا عجبني في البرامج بيتكلم يعني عقليته كويسه، عقليته شوية. كويسه، وهو انسان يعني على مثقف. المستوى الشخصي مثقف. فاتمنى ان هو دلوقتي انه موضوع تحت اختبار صعب، هل هينجح ولا يعني لسه مش في التقييم مصطفى شوبير؟ لا يعني هنختار رمزي صالح. ما ينفعش. ليفل الوحش بقى الاخير، رمزي صالح ولا عصام الحضري؟ لا، اكون امين. لا، عصام الحضري. كابتن عصام الحضري. عصام الحضري في حته كده مش موجوده في حد، بيسموها ايه، صايع كوره. صايع كوره الكلام ده كله بعد 2006 مش قبل. زمان حاجه، عصام الحضري بعد 2006 حاجه، وقبل 2006 حاجه. هو لعيبه الكوره تفهمني انت، صايع في الكوره، عارف يمشي ازاي. كابتن، يعني اخر فقره بقى معانا، الكره الذهبيه اللي جنب حضرتك دي عايزك تمسكها كده يا عيني، حطها بقى كده، اعدلها كده عشان الناس تشوفها في الكاميرا. الكره الذهبيه دي بقى كابتن، حضرتك طبعا عاصرت اجيال كتير جدا وعاصرت يعني لعيبه كبيره وجيل ذهبي وافريقيا ودوري ابطال، ولعبت منتخبات، لعب 107 مباراه دوليه مع اجيال كتير كمان في فلسطين. تدي الكره الذهبيه دي لمين كافضل لاعب زميلك في مسيرتك لعبت معاه؟ انا عارف ان هو السؤال مفاجئ. في حته تانية. اتفضل. اتفضل. للعيبه الشهداء اللي من المنتخب الفلسطيني اللي استشهدوا، كل رياضي فلسطيني استشهد على يد الكيان الاحتلالي.
يا كابتن ربنا يرحمهم طبعا. دول اللي يستحقوا. فعلا فعلا يا كابتن، هم دول يستحقوا وربنا يا رب يرحمهم ويصبر اهلهم، وهم فعلا يستحقوا الجائزه ديت وانا سالت حضرتك السؤال دوت وانا ما مش مرتبه مع حضرتك، انا عارف انك اتفاجئت بيه، بس عشان الكلام يطلع من قلبك كده زي ما طلع والمشاهد يشوفه هيحس ان هو فعلا طالع من قلبك. لا انه بجد فقدنا ناس عزيزة علينا، الرياضة الفلسطينية، وكان اخرهم سليمان العبيد ده الله يرحمه. ده لعب معانا في المنتخب وليه جون دولي ضد منتخب اليمن. الله يرحمه. كان في بطولة غرب آسيا في الأردن، فده آخر حد استشهد. وفي أعداد كبيرة من الرياضيين الفلسطينيين استشهدوا، فأعتقد هم يستحقوا الجائزة دي. ربنا يرحمهم يا كابتن ويصبر ذويهم يا رب، وشرفتنا ونورتنا يا كابتن والله. ربنا يخليك، انا اللي مبسوط ان انا شفتك اول حاجه، وبجد قضينا يمكن سنتين مع بعض في المصري كانت حلوه، ومرينا بنجاحات كبيره ومرينا بمواقف كتيره، ويعني من الناس اللي بجد يدخلوا القلب، وربنا يوفقك، وان شاء الله يوفقك في الكوره، انه لسه قدامك كتير ان شاء الله تقدمه، وفي المجال الاعلامي. وانت شخصية والله مش مجاملة، لا يعني بتكافح عشان توصل، وهتوصل ان شاء الله، ربنا يديك طول ما انت بتجتهد. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يسعدك ابو سلمان على الكلام الجميل ده، وشرفتني ونورتني والله حبيبي، ربنا يخليك. كان معايا الحارس الاسطوري لمنتخب فلسطين، 107 مباراة دولية في حلقة استثنائية. اشوفكم دايما على خير ان شاء الله.